الحمار طاهر ما هو داري سواء. لا ابوي ما هو داري طاهر الداهر الحمار هو. وقال قلت له محمد المحسن، وبعدها كتب قصيده محمد حسين رفاق قال يلا دعيناك. قال غنى لك يا ابن المحسن دي رميت الدواب. دواب. ما ذي ثم الملامه والخزا والعتاب ذي يذكروك القبايل بالشقر والشذاب قد قالوا انك ضربت في جلال الشراب طرحت له على الاضلاع فوق الحجاب ذه مهرة الضبع ما هي من شغل الذياب ما نار حي ماشي مات ما هالطلاب بحذرك لا تفوت البردعه والذهب لانت غريمي ولا بحسبك بحساب. لا قال ابو طاهر عند الوقت وقت انقلاب من سامل الغراره قال عاد الجراب ويش اخرج العلم رعرقه غطش بالتراب وبعد الحين يا سيار شل الكتاب لمحمد حسين هو يعجب على ذا الخراب سلم لها الاف ما فلت وما ذي ثغاب خلي المصيبه المولى هرع السوق. طاب من بهضه ما يشرب الماء لا يظل غواب بوبوك حاسي ما يحرش ولا قطعاب ما عاد شي ما قفل موقف برع والتعاب رعماه الاخ في قعراعي غنم بالشعابير عاب شاته ولا ذي يشوف كيف الحساب. ساب. وسلامتكم. ايوه. رفع قال يلا دعيناك يا ذي الادعاء وطلع. وطلع بها فاتح الباب للشيبه وديه هو شباب وبعد الحين يا حيا زنات الهضاب في خط جاني معنا من قد انسان جاب يا مرحبا ما قرح من ضيقات القصاب والرامي الزين يتحكم بضربه وصاب حتى ولو ما معي فرصه برد الكتاب لكن قد لازم يتعنى برد الجواب. بارد بالمسك مثله مسك ولا شذاب مصحابنا كلهم ذكر النبي من شباب غبني على وجه راح ذي تفك الحجاب كانت رجاجل ذي تعرف بقول الصواب والحق معروف للحاضر وذيهم غياب واليوم كلهم فرح بالمشكله والخراب ذي طير وحب صافي الحدى والغراب. ما ابوي بحلف لك انه محترم بالصحاب والناس عند السواء انسان شاني وحاب ما هالقد اصحابنا ذي يدورون الخراب وذي تحب المشاكل على البلد والرحاب. هذا ومن شان عفوك والقتب والذهب يجيك لا الفرس حتى اللبب والذناب قصدك يصل صعب صبياني بزغ كلنا بيعمل في طين ولا حمل 4 دبل.